دول مجموعة شباب وسيمين ومفيش في جمالهم كده، لكنهم مش بشر، هما من نسل الملايكة ونزلوا هنا على الأرض كعقاب ليهم، وراحوا خدوا المطعم المهجور ده وبقوتهم السحرية حولوه لمطعم جميل. أما دي صوبيا كانت نايمة وبتحلم بنفسها وهي صغيرة وإنها بتلمس وش شاب جميل، لكن بتصحى من النوم وبتلاقيها ماسكة وش أجاشي المساعد بتاع جدها في المزرعة، فبتقول لا مش ده عايز إيه يا عم على الصبح؟ فبيقول لها إن جدها في المستشفى وعايزها ضروري، فبتقوم مخضوضة وبتروح بسرعة. في نفس الوقت بيكون الشباب بيجهزوا في الوصفات، وبعدها بيلاقوا قدامهم صوبيا اللي ماسكة كراتين كتير وبتقول حد فيكم يتلحلح وينزل الحاجات دي ظهري هيتقطم يا بهايم. فبيروح واحد منهم اسمه رافائيل ينزل الكراتين وبيسألها هي مين، فبتحب تتلمض عليه وبتقوله طب مش لما نعرف العسل مين الأول؟ فبيتنح فيها وبيفضل يقرب منها وصوبيا بتبعد لحد ما رافائيل بينتش منها السلسلة اللي لابساها، وبيكون مستغرب جدا لأنها كانت جاية من العالم بتاعهم. وبيجي واحد تاني من الشباب ويصلح الدنيا وبيسألها هي جايبة السلسلة دي منين، فبتقول إن جدها سابها لها. وبتستغرب صوبيا من تصرفاتهم، وبتستغرب أكتر ليه جدها طلب منها تجيب لهم أحسن الفاكهة والخضار من المزرعة بتاعته بدون مقابل، وبتحس إن رافائيل هو الشخص اللي بتحلم بيه. وبعدها رافائيل بيسيبها وبيمشي، وبيقدر بقدرته إنه يشوف جد صوبيا وهو في المستشفى وبيموت خلاص. بعدها بتخرج وهي متضايقة من تعامل رافائيل اللي بيعاملها كأنها واكلة ورثه، وبتسأل نفسها اشمعنى جدها اتبرع بكل ده لشباب تافهين زي دول. وبيسمع رافائيل أفكارها وبيجي يقول لها إنهم مش تافهين ولا حاجة، فبتتخض وبتستغرب هو ازاي عارف اللي بيدور في دماغها. وبعدها بتمشي بالعربية وبتكون عمالة تفكر في جدها. وفي نفس الطريق في الاتجاه العكسي واحد ومراته بالعربية عمالين يفكروا في علاقتهم اللي باظت، والراجل مش مركز في الطريق، وفجأة بيلاقي عربية صوبيا قدامه وبيكونوا هيخبطوا في بعض. لكن في نفس اللحظة دي رافائيل بيكون شايف اللي حصل وبينقذهم هما الاتنين وبيخليهم يعدوا من بعض من غير ما يشوفوا بعض كأن محدش كان قدام التاني. وبعدها الراجل ومراته بيكملوا طريقهم وبيروحوا على المطعم اللي جايلهم منه دعوة للغدا، وبيحضر رافائيل الأكل ليهم وبيحط فيه لمسته السحرية. وأول ما الراجل بياكله بيلاقيه إنه بنفس الطريقة اللي مراته بتعمله بيها بالظبط، وبيفتكر من 10 سنين لما مراته عملتها له وعجبته، وبيفتكر قد إيه كانوا كويسين مع بعض ساعتها، فبيتأسف لها وبيحاولوا يحسنوا علاقتهم. في نفس الوقت صوبيا كانت بتسأل أجاشي عن مطعم الشباب دول لكنه ما بيكونش عارف حاجة عنه، وبعدها بتلاقيهم بعتن لها طلبية جديدة، فبتقول يا بجحتهم يعني بياخدوا من غير فلوس وكمان عمالين يطلبوا. وبعدها بتبص للسلسلة وبتفتكر إنهم استغربوها، فبتقلعها وبتقول وادي السلسلة اللي عجبكم كمان اهي. وبعدها بتطلع تاخد عربيتها وبتمشي. وفي نفس المكان اللي كانت هتعمل فيه الحادثة بتحس إن في حاجة وقفت العربية ومش عارفة تمشي، وبتفضل تدوس بنزين عشان تتحرك لحد ما بتمشي فجأة وصوبيا بتتخبط، وبتتخيل إنها شايفة رافائيل قدامها وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتلاقيها في المطعم وبتلاقيهم حواليها وبيكونوا شايفين أحلامها. ولما بتفوق بتسألهم هي جت هنا ازاي، فبيقولوا لها في الآخر هتعرفي، وبيقدموا لها وجبتها المفضلة. وبتستغرب هم عرفوا منين إنها بتحب الأكلة دي، وبتسأل واحد فيهم هو اللي عاملها فبيكذب وبيقول لها وساعتها بتطلع له حساسية عشان كذب وبيفضل يهرش، فبيقوم بسرعة عشان ما يتقفش. وصاحبه بيقول له خليك اهرش بقى كده عشان تبقى تكذب حلو. وبعدها واحد تاني بيكون بيتمم على الطلبية اللي صوبيا جابتها وهي واقفة عمالة تسأل نفسها رافائيل فين، فبيرد عليها إنه مش هنا، فبتتخض وبتقول هو انتوا ملبوسين ولا ايه؟ وفجأة بيظهر رافائيل وبيقول لها قفشتك حبك باين، بتسألي عليا ليه؟ فبتقول له لا أبدا افتكرتهم طردوك عشان قلة أدبك. فبيقول لها قاعد على قلبك، وبيقرب منها وبيلبسها السلسلة وبيسيبها وبيدخل المطعم، وبتحس إن قلبها بيرفرف كده. وبعدين بتقول لنفسها لا اجمد يا بت، هو مش عشان حلو وبقص هنضعف. وبتاخد عربيتها وبتمشي. وبعدها بتدخل زبونة المطعم وبتكون بتتكلم في التليفون مع حد عن مامتها وبتطلب أحسن طبق في المطعم، فبيعمل لها رافائيل الأكل وبيقدمه لها. وأول ما بتاكل بتفتكر مامتها اللي كانت بتعمل لها الأكل ده وبتاخد بالها من ابنها وإنها كانت كويسة معاها، ومع ذلك هي ودتها دار المسنين عشان مش عايزة ترعاها لما جالها الزهايمر. لكن فجأة بتلاقي مامتها قدامها فبتفرح وبتطلب منها تسامحها، ومامتها بتقول لها ما تزعلش وما تعيطش. بعدها تليفونها بيرن وبتلاقيها مكالمة من دار المسنين
وبيقولوا لها إن مامتها توفت، فهي بتستغرب وبتبص على مامتها بس ما بتلاقيهاش، وبتسأل واحد من الشباب عليها وبيقول لها إنها كانت لوحدها، فبتعرف إنها كانت بتتخيل وبتجري بسرعة تروح تشوف مامتها. بعدها صوبيا بتيجي وبتقول لرافائيل إنه بيظهر لها كل شوية في أحلامها وإنها أكيد تعرفه من زمان، وبتسألهم هم مين، فكلهم بيتخضوا لا تكون عرفت هم مين. وبيروح رافائيل يقول لها تمشي من هنا، فواحد من صحابه بيفتكروا هيضربه فبيروح يبعده، لكن رافائيل بقوته السحرية بيطوحه بعيد وبيقرب من صوبيا، فبتقوله على فكرة أنا ما بخافش، بس هو بيلمسها بس مش أكتر عشان يمسح أي ذكريات ليه معاها وكمان يرجع بالوقت شوية. فبيرجعها اليوم ما أغمى عليها تاني في العربية، وبتفوق ما بتكونش فاهمة إيه اللي حصل. وتاني يوم بيدخل زبون المحل وبيكون مستني من ضيف مهم وبيطلب له أحسن طبق في المطعم، وبيجي الضيف وبيكون شاب صغير هيتبرع لبنت الراجل بكليته، وبيفضل الراجل يشكره، بس الشاب بيقوله إنه بيردله الجميل اللي عمله معاه وهو صغير لما كانت مامته تعبانة ومش معاه فلوس يجيب لها أكل، وخد حاجات من السوبر ماركت والست زعقت له، والراجل وقتها اتدخل وقال إنه ابنه ودفع له ثمن الأكل اللي خده، وساعتها راح لمامته وعمل لها الأكل اللي كان نفسها فيه، وبعدها ماتت، لكنه اتبسط إنه نفذ لها اللي كان نفسها فيه قبل ما تموت. وبيبص رافائيل عليهم وبيقول إن الخير ما بيضيعش أبدا. وبالليل صوبيا بتكون تعبانة ولسه بتفكر في ذكرياتها مع رافائيل اللي بيقدر يعرف ده بقدرته السحرية، وبيستغرب هي ازاي ما نسيتهاش على الرغم انه المفروض خلاها تنساها. وتاني يوم في بنت اسمها سوجين بتروح عشان تقابل باباها في مطعم، وبتلاقي معاه ست اسمها أجوما عايز يتجوزها، وبتحاول تلطف الجو معاها وبتطلب منها تعتبرها زي مامتها، لكن سوجين بتتكلم معاها بأسلوب وحش وباباها بيضربها بسبب كده، فبتسيبهم وبتمشي، وبيفضل باباها يدور عليها. وبتكون سوجين جعانة وبتلاقي رجلها خدتها على المطعم، وواحد من الشباب دخلها وحط في ايديها دعوة، ورافائيل عمل لها الأكل اللي كانت مامتها بتعمله لها، وكانت مبسوطة جدا لأنه نفس الطعم. وفجأة بتلاقي أجوما قدامها ورافائيل بيقول لها إنها الشيف اللي عملت الأكل ده، وبتقعد أجوما معاها وبتقول لها إنها بتحبها وما كانش قصدها تضايقها عشان كده هي انفصلت عن باباها، وبتكون هتمشي لكن أبو سوجين بيجي وبيحضن سوجين اللي بتقول لأجوما تستنى وإنها موافقة هي وباباها يتجوزوا، فبيحضنوها كلهم. بعدها صوبيا بتكون عمالة تفتكر في الأحلام اللي شافت فيها رافائيل، وبيوصل لها طلبية منهم وبتفتحها وهي عمالة تفكر وبيغمى عليها، ولما بتفوق بتقوم تقعد مع نفسها وبتربط الأحداث ببعض، وبتكتشف إنها شافت رافائيل من وهي صغيرة وكانت بتلعب معاه لحد ما كبرت، لكن فجأة اختفى. في نفس اللحظة بتلاقي جدها قاعد جنبها وبيقول لها إن هو كمان من نفس عالمهم، لكنه اختار يتحول لبشر عشان يتجوز جدتها، عشان كده لما كان بيلاقيها بتلعب وهي صغيرة ما كانش بيستغرب طريقة لعبها، وكان بيبقى عارف إنها بتلعب مع رافائيل وهي بس اللي شايفاه. وبالليل بيكون آخر يوم للشباب على الأرض وبيكون فاضل ضيف أخير، لكن فجأة بيلاقوا صوبيا قدامهم وبتروح تحاول تقرب من رافائيل اللي بيبعدها عنه، فبتحاول تلملم اللي باقي من كرامتها المهزأة دي وبتقول له لا مؤاخذة أصلك شبه الإكس، وبيحط واحد منهم الدعوة في إيد صوبيا، فبيقول يا سبحان الله ده صوبيا هي الضيف الأخير، وبيحضر لها رافائيل طبق سلطة فواكه، ولما بتاكل منها بتفتكر رافائيل زمان لما كانوا بيأكلوا بعض الفاكهة، فبتفضل تقول افتكرت الإكس بتاعي كان طفس، وبتقول إنه زمانه مقضيها دلوقتي وإنها ولا فارقة معاه. فالشباب بيقولوا مين الأعمى اللي يسيب صوبيا ده، وبتفضل تلقح عليه، ورافائيل بيكون عارف إنها تقصده، وبيخلص اليوم ورافائيل وأصحابه بيرجعوا لعالمهم، والمطعم صوبيا هي اللي بتمسكه، وأول ما بتفتحه بتلاقي إن أول ضيف داخل عليها هو رافائيل، بعد ما قرر إنه يسيب عالمه ويجي هنا ويبقى بشري عشان خاطرها، ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. وتوتا توتا خلصت التمثيلية. لو عجبتك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس.